الآن مباشرة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية، وخاصة ما يدور الآن على أرض الواقع وفي الساحة في مدينة حلب السورية. بداية أخ عبد الله، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. حياك الله دكتور. أستاذ عبد الله، نتحدث الآن عن الأخبار التي نقرأها ونستمع إليها عبر وسائل الإعلام العربية والعالمية، حالة من الذعر الذي يعيشها الآن المواطنون والأبرياء والمدنيين في مدينة حلب. كيف تنظر إلى هذا الوضع الراهن الآن على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة لشهداء مدينة حلب، الرحمة للشهداء الذين يتساقطون اليوم بإعدامات ميدانية خسيسة، يستهدفون النساء، يستهدفون الأطفال الآن في مدينة حلب. الذعر الذي نتحدث عنه هو ما يشعر به المدنيون من النساء، من الأطفال، من الشيوخ. هؤلاء فقط من يشعرون بالذعر. إذا نحن أردنا أن نتحدث عما يحدث في حلب، علينا أن نفصل بين أمرين مهمين، ما بين الثوار الأبطال الصامدين الذين يسطرون الآن أروع ملاحم البطولة والفداء في مدينة حلب، وما بين المدنيين العاجزين، الأطفال، النساء. نحن لدينا صورتين الآن يمكن أن نرسمها في الواقع، واقع ما تعيشه الآن مدينة حلب. الصورة الأولى هي الصورة المأساوية التي يعيشها المدنيون، القتل، الإعدامات الميدانية، حرق للجثث، إبادة للأحياء التي تم الدخول إليها. لكن بالطرف الآخر لدينا الصورة الأخرى المغايرة، هي صورة الأبطال الثوار في تلك المدينة العظيمة الذين الآن يسطرون ملاحم سيسجلها التاريخ. سيسجل التاريخ أن كتيبة أبو الجود عجم من راية الإسلام رفضوا الخروج من حي الكلاسة وقاتلوا حتى استشهد آخر فرد من أفرادهم، ولم يشعروا بالذعر، ولم يشعروا بالخوف، ولم يعطوا الدنية لهؤلاء المجرمين. ما تعيشه مدينة حلب هي تكالب الأمم كلها عليها. لا نتحدث عن النظام السوري، فهو أقل وأحقر من أن يستطيع أن يدخل تلك المدينة التاريخية، تلك المدينة العظيمة. من يدخل الآن مدينة حلب هم من الإيرانيين، الشيعة، من العراقيين، من اللبنانيين، من الأفغان، من كل الملل والنحل، من المرتزقة، مرتزقة العالم أجمعين. يدخلون الآن إلى بعض الأحياء في مدينة حلب تحت قصف هائل لم تشهد له الثورة السورية، بل ربما لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى هذا اليوم. أرض محروقة، تدمير، قتل، صورة هائلة جدا. نأسف أن كل هذا يحدث أمام وسائل الإعلام، أمام كل دول العالم التي تتابع ما يحدث من إبادة، محرقة تحدث الآن في مدينة حلب. الثوار صامدون، الثوار عادوا تموضعهم في مناطق أخرى، تقلصت المساحات التي يسيطرون عليها، لكن في المقابل هناك إعدامات، هناك فظائع ترتكب في مدينة حلب. نحن لا نناشد هذا العالم الخسيس الذي ينظر إلى ما يحدث إلى تلك المدينة ولا يحرك ساكنا، ولا يكتفي فقط بعبارات الإدانة وعبارات القلق المقيتة التي كرهها الشعب السوري، وكره تلك الازدواجية في المعايير. من جهة يشعرون بالقلق لما يحدث في مدينة حلب، ومن جهة أخرى يسكتون عن تلك الجرائم. إذا خرجنا قليلا خارج مدينة حلب اليوم، كانت هناك مجزرة بالأسلحة الكيماوية المحرقة استهدفت العقيربات في حماة، ذهب ضحيتها إلى الآن أكثر من 100 شهيد. عفوا، سقطوا هؤلاء بالسلاح المحرم دوليا، وكل ذلك يتم دون أي خطوط حمر. لا نسمع الآن صوتا من الإدارة الأمريكية، لا نسمع الآن صوتا من الاتحاد الأوروبي. كل ما يحدث الآن تحت وطأة وتحت مسامع كل تلك الدول العالم التي زعمت يوما من الأيام أنها تحمي حقوق الإنسان، فإذا به هي حقوق الإنسان الغربي فقط، وليست حقوق الإنسان العربي، الإنسان المسلم. للأسف الشديد الصورة كما ذكرت هي صورة مشرقة جدا من حيث ما يقوم به الثوار.
عفوا ربما هي صورة قاتمة بالنسبة لما يحدث للمدنيين في تلك المدينة، لكن سيسجل التاريخ أن بطولات رائعة وبطولات هائلة سطرها الثوار في مدينة حلب لن ينساها التاريخ يوما. وإن خسرنا الأرض فلن نخسر المعركة. الثورة السورية ليست هي مدينة حلب فقط، الثورة السورية أكبر من ذلك. التضحيات التي قدمناها في تلك الثورة لن تتوقف فقط بخسارة أرض في مدينة حلب أو في غيرها. نحن فقط نأسف على هذا العالم المتخاذل، هذا العالم الذي ينظر إلى ما يحدث إلى مدينة حلب أكثر ما يستطيع أن يقوم به الناس هو البكاء والدعاء، وهو ما لا يريده الثوار في الداخل. الثوار بأفضل أحوالهم الآن، لكن فقط ما نريده أن يتحرك ذلك العالم تحركا جادا فاعلا، لا التحركات السخيفة ولزرع الرماد في العيون كما نسمع الآن من القلق وما إلى ذلك من بعض الدول الغربية. نعم، يعني أخ عبد الله نتحدث عن تزايد بمساحة الإعدامات، ويعني هناك شراهة من قوات الإيرانية وحزب الله أيضا واللبناني، وأيضا شراهة بالقتل من النظام السوري. كلما تزايدت مساحة الاقتراب إلى مدينة حلب والتوغل في الأحياء كلما تزايدت وللأسف نسبة الإعدامات في الشوارع كما ترد الأخبار الآن عبر المواقع العربية والدولية. ولدينا هنا مجموعة من الأخبار بهذه اللحظة. هناك الإعلام المحسوب على النظام السوري يعني يحتفل، يعني هناك احتفالات بمقتل السوريين للسوريين والميليشيات المتغطرسة التي تقوم الآن بأعمال لا تبت لا لدين ولا لأخلاق ولا لأي معالم الإنسانية بصلة. نعم، يعني طبعا في مثل هذه الظروف الاستثنائية تكثر الأحاديث، لا نعلم ما هو الدقيق منها وما هو غير الدقيق. هناك ربما عفوا هناك تهويلات إعلامية وهناك بعض الأحاديث المكذوبة. في هذه المرحلة تحديدا نحتاج إلى الكثير من التدقيق قبل أن نستطيع أن نؤكد ما يحدث في الأرض المعركة. هناك إعدامات من بيت عجم، هناك إعدامات من آل سندة، عائلة كاملة بنسائها وأطفالها قتلت. هناك إعدامات من عائلة قصير وعائلة حجار وعائلة عكو وعائلة فاعل. هناك يعني أسماء صحيحة ودقيقة عن عوائل قتلت بنسائها وأطفالها وشيوخها بشكل كامل. لكن نريد هنا أيضا أن نكون دقيقين بتفاصيل كل ما يحدث في تلك المدينة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة. نعم. كما تحدثت أن هناك بالفعل تقدم للنظام على عدد من الأحياء. يعني خسر الثوار اليوم أحياء الكلاسة، بستان القصر، الفردوس، الصالحين، نعم. الشيخ سعيد وبعض المناطق الأخرى، لكنهم في مناطق أخرى مثل أحياء السكري والأنصاري الشرقي والأنصاري الغربي والزبدية وبعض أحياء سيف الدولة وجب الجلبي لا زال الثوار هناك مرابطون. وبكل تأكيد يعني ستزداد ربما الصعوبة لدى النظام السوري التقدم على تلك الأحياء، لأنها ستشهد كثافة أكبر من وتجمع أكبر لمن الثوار الباقين في تلك المناطق. لكن بكل تأكيد كما ذكرتم أن هناك إعدامات ميدانية، هناك شراهة للقتل، للانتقام، للإبادة، لا يفرقون بين النساء والأطفال، وذلك لسبب رئيسي أن من يقتل السوريين ليس السوريين. من يقتل السوريين الآن في مدينة حلب ليسوا هم من أبناء سوريا، هم من الإيرانيين، هم من العراقيين، من اللبنانيين، من الأفغان، من كل الملل والنحل، من المرتزقة والسوري. السوري لا يقتل سوري بهذه الطريقة الشنيعة بما نسمعه من أخبار. هذه واحدة. النقطة الأخرى ما يتحدثوا عنه من احتفالات في مدينة حلب الغربية ومناطق أخرى هي من إبداعات النظام السوري الكاذبة والتي لا تمت إلى واقع الحقيقة بصلة. الشعب السوري شعب متضامن، شعب واحد، لكن هناك من يكون تحت سلطة وجبروت النظام السوري لا يسعه إلا أن ينفذ أوامر النظام السوري في تلك المناطق. يحاول النظام الآن تصوير
ما يحدث في مدينة حلب بأنه انتصارات حققها، رغم أنها ليست إلا انتصارات وهمية. نعم، ولكن يعني أستاذ عبد الله لو سمحت لي واعتذر على المقاطعة، يعني عندما تصل الآن بعض الصور وربما هي مؤلمة، هناك من يعني ناشطون من حلب ينشرون بعض الصور التي أقدم عليها الميليشيات التي تتواجد الآن في مدينة حلب الشهباء العربية الإسلامية بالحرق لأطفال ونساء في شوارع حلب، يعني وإحصائية تقول إن 58 شهيد في حلب وجرح 187 مواطن في حلب خلال 24 ساعة. وعنوان آخر يعني للأسف هو مؤلم، ولكن ليعلم العالم هذه الأخبار: سماع أصوات الأطفال تحت الإنقاذ والنساء يطلبون النجدة من تحت الإنقاذ، والدفاع المدني السوري لا يستطيع الاقتراب لهذه المناطق في هذه الأحيان. نعم نعم أستاذ عبد الله. نعم صحيح. يعني للأسف الشديد نحن نقول أن صورة المدنيين هي صورة قاتمة جدا. أطفال يئنون الآن تحت الأنقاض. تصلنا الأخبار تباعا عن القصف الجنوني الذي وقع في مدينة حلب. عشرات مئات آلاف ربما الأطفال والنساء الآن هم تحت الأنقاض. يستطيع الجميع سماع أصواتهم بشكل واضح، لكن لا أحد يستطيع أن يقدم أي شيء لهؤلاء. نعيد ونكرر ونذكر أن ما يحدث الآن في سوريا يجري أمام مسمع ومرأى العالم كله. ربما قام النظام بفظائع مثل تلك في ثمانينيات القرن الماضي حين أحرق مدينة حماة عن ذكرة أبيها بكل ما فيها من مدنيين وقتل عشرات الآلاف. حينها كنا نقول أنه لا يوجد وسائل إعلام ولا توجد والصورة وصلت على الأقل بعد أسبوع و10 أيام من المجزرة التي وقعت في تلك الأيام. أما الآن فنحن نتحدث وبصورة مباشرة. الآن أنا أتكلم وهناك عشرات ربما المئات من الأطفال تحت الأنقاض. تأتينا الآن الأخبار أن الدفاع المدني يسمع أصواتهم ولا يستطيع أن يقدم لهم أي خدمة، لا يستطيع أن يرفع حجرا واحدا عن تلك الأنقاض لإخراج طفل واحد من أولئك الأطفال. ثم نسمع عن أحاديث حقوق الإنسان وما إلى ذلك. هذا العالم الغربي عالم يعني يثبت يوما بعد الآخر أنه عالم منافق يحرص على المدني الغربي ولا يأبه لما يحدث للمدنيين في غير بلاده. بعد اليوم لن نسمع إلى اتحاد أوروبي، إلى أمريكا الحديث عن الديمقراطية أو الحديث عن حقوق الإنسان، عن الحريات. تلك أكبر كذبة ساقها لنا الغرب فقط لقتلنا وتدميرنا وإبادتنا. وفي الوقت نفسه نجد أن ربما قتيل واحد يقتل في إيطاليا أو في فرنسا أو في أمريكا تقوم الدنيا ولا تقعد. الآن كما تفضلتم الأخبار تصل أن هناك العشرات من الأطفال والنساء هم في شوارع حلب سيموتون من البرد، سيموتون من الجوع ولا أحد يأبه لهم. نعم، يعني أخ عبد الله، يعني لا أعلم من أين أنا كل ما تحدثنا في موضوع حلب كلما يعني ربما التوتر يرتاب الإنسان من داخله أيضا، ولا يعني بأنه يعني أن تقدم هذه الأخبار أن لا يرتابك نوع من وبحجم كبير من الخوف والارتباك. ولكن يعني الصور التي تصل من حلب الآن هي تصل إلى العالم بأجمع. يعني هناك من دول العالم الكثير، ربما هناك من يؤيد هذه الحرب وهناك من يقف ضد هذه الحرب. في الخليج تدعو إلى وقف هذه الحرب، الرئيس الفرنسي يدعو إلى وقف الحرب، في بريطانيا يدعون إلى الحرب، وروسيا تتعامل في ظل هذا الموقف كأزعر الحارة، يعني أزعر الحارة تماما، لا أحد يردع روسيا. كيف يعني هذه المشاهد المؤلمة في سوريا وفي حلب وفي حما وفي حمص، كيف لنا أن نقف ضد هذه القرارات وضد هذه الأعمال الإجرامية التي ربما أخذت يعني كل معاني الإنسانية ولم تبقي على شيء؟
يعني بكل تأكيد كما تفضلتم أن كل الأحاديث الآن والتنديدات التي تخرج من الغرب هي لا تساوي الحبر الذي كتبت عليه. ما فائدة الآن المناشدات الغربية لوقف القذف ووقف القتل؟ وما يحدث الآن أن هناك مجموعة من الحيوانات البشرية الهمجية التي تدخل الآن مدينة حلب. نحن نتحدث عن الإيرانيين، نتحدث عن العراقيين، هؤلاء وحوش بشرية ليسوا بشرا ليستوعبوا أن أمامهم طفلا أو أن أمامهم امرأة أو أن أمامهم ضعيفا. لا يمكن أن يقتلوه بهذه الطريقة السيئة. كما ذكرتم أن كل ذلك يحدث أمام مرأى العالم جميعا. هذا العالم الذي لا يستطيع أن يقدم أكثر من مجموعة من التصريحات والقلق الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا. لكن نقول أن هذه ستكون الرسالة الأولى والأخيرة ليس فقط للشعب السوري وإنما لكل شعوب العالم، أنه لا يمكن الاعتماد لا على أوروبا ولا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الغرب ككل. هؤلاء كاذبون لا يريدون الخير لا لأي شعب من الشعوب. ما يحدث الآن في مدينة حلب لابد من أن يكون هي الرسالة الأخيرة للثوار في سوريا، أن عليكم أن تفكوا ارتباطاتكم بكل تلك الدول الغربية على أفراد الجيش الحر في كل مناطق سوريا، أن ينفكوا عن قادتهم إن رفضوا الدخول في الحروب المباشرة أو الاحتكاك المباشر مع النظام السوري. عليهم أن يفتحوا الجبهات في الساحل السوري، في حمص، في مناطق النظام مباشرة، في نبل والزهراء، في فوعة وكفرية، في كل المناطق التي تؤلم النظام السوري. علينا أن لا ننظر وأن لا نكتفي فقط الآن بالبكاء والدعاء وما إلى ذلك. لابد أن ننتقل من الفعل إلى رد الفعل. علينا أن ننتقل إلى خطوات عملية للانتقام إلى هؤلاء الأطفال، للانتقام إلى هؤلاء النساء الذين يتم قتلهم وحرقهم، والصور التي تصل هي صور أسوأ من أن نتحدث الآن عنها وأسوأ من أن نصفها للمشاهد. على الثوار أن يعلموا أنه لن يكون هناك خير من اتباع أمريكا أو من اتباع أي دولة أخرى. كل الدول تنظر إلى مصالحها، ومصالحهم تكمن في قتل الشعب السوري، مصالحهم تكمن في إبادة هذا الشعب. ولذلك لابد من توحد الثوار. إذا رفض القادة التوحد فعلى الأفراد أن ينفكوا عن أولئك القادة. عليهم أن يفتحوا المعارك الحقيقية. لا نريد الآن نحن معارك مدن في مدننا في مناطقنا. لابد من انتقال تلك المعارك إلى الساحل، لابد من انتقالها إلى وكر النظام السوري، إلى دمشق، إلى الفوعة، إلى الكفرية، إلى كل المناطق التي تؤلم النظام السوري، لأن فقط هي تلك المعركة الحقيقية في تلك المناطق. نعم. أخيرا أستاذ عبد الله، يعني البرتغالي رئيس الوزراء السابق البرتغالي أنطونيو اليوم يؤدي اليمين في الأمم المتحدة لاستلام زمام المنظمة الدولية خلفا للكوري الجنوبي بانكي مون. هل تعتقد بأن هذه الرئاسة الجديدة هل لديها ما هو جديد في ظل اتخاذ قرار صارم إزاء ما يحصل في حلب؟ عفوا، كل الأحاديث الآن هي لا تسوى الحبر الذي كتب فيها أو التصريحات التي وردت. الآن فقط الشعب السوري ينتظر الأفعال. نحن لا ننتظر من الأعداء. الآن أمريكا تكشف عن أنيابها بكل وضوح. أمريكا الآن هي والغة فيما يحدث في سوريا. الدول الغربية قاطبة بغض النظر عن تسمياتهم وعن أحزابهم وعن خلفياتهم الإيديولوجية وغيرها يحدث في مدينة حلب وفيما يحدث في سوريا. الآن خبر ورد الآن قبل دقيقة واحدة، قوات النظام الميليشيات الموالية له تعدم المرضى بمستشفى حي الكلاسة. صحيح. دخلوا إلى مستشفى في حي الكلاسة ويقومون الآن بقتل المرضى في ذلك المستشفى. على العالم أن يدس رأسه بالتراب الآن بعدما يحدث في تلك المدينة. نحن نتحدث عن مئات الآلاف الآن موجودون في المناطق المحاصرة. أقل تقدير يتحدث عن 200,000 واحد. ما هو مصير تلك المجموعات؟ هل سنحمل المسؤولية فقط إلى تلك الميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية ونبرئ روسيا ونبرئ الاتحاد الأوروبي، نبرئ أمريكا؟ كلهم والغون. على العالم أن يدس رأسه بالتراب لهذه الأحداث التي نسمعها الآن. قتل المرضى بمستشفى حي الكلاسة الآن ورد الخبر قبل قليل. يعني انحطاط أخلاقي، انحطاط إنساني لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى هذا اليوم.
نعم. يتم كل ذلك. وكما ذكرت لا فرق بين الاتحاد الأوروبي وبين كل الرؤساء وكل الزعماء على اختلاف خلفياتهم الإيديولوجية واختلاف اليمين واليسار وما إلى ذلك. كلهم اتحدوا فقط لقتل السوريين ولقتل المسلمين في سوريا عموما وفي حلب خصوصا. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا أستاذ عبد الله المحلل السياسي والسوري، كنت معنا عبر بانوراما اليوم للحديث عن مجزرة حلب وما يحصل في حلب. عبد الله زيزان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأيضا تستمر